السلام عليكم متابعينا الأعزاء. تعرف على أبرز الفنانين العرب الذين عاشوا أغنياء وماتوا فقراء. الفنان يونس شلبي. من منا لا يعرف أحد أبطال مسرحية مدرسة المشاغبين، صاحب المشوار الفني بما يزيد عن 90 عملا. يونس شلبي رحل في عام 2007 وهو يعاني من الفقر ويصارع المرض مع شكواه بتجاهل الفنانين لظروفه الصعبة. وكانت زوجة الفنان الراحل اشتكت من تجاهل نقابة الممثلين لأزمة شلبي، وطالبت آنذاك بعلاجه أسوة بجميع الفنانين، بعد أن اضطرت أسرته إلى بيع آخر أملاكه في بلدته المنصورة لإنفاق على تكاليف العلاج. الفنانة سعاد حسني. السندريلا التي ملأت الدنيا بالفرح والسعادة ولم تفارقها ابتسامتها أمام الشاشات، ماتت وهي لا تمتلك سوى 3950 جنيها استرليني للعلاج و58 جنيها لنفقات المعيشة، وذلك بعد أن منعت الدولة عنها الإعانة والتي كانت ترسل لها في لندن. الفنان عبد الفتاح القصري. كان الفنان عبد الفتاح واحدا من عمالقة الشاشة المصرية وبالأخص في الكوميديا، وولد القصري في 15 أبريل عام 1905 لأسرة ثرية، حيث كان والده يعمل صائغا. وشارك الراحل في عدد من الأعمال الفنية أبرزها ابن حميدو وسكر هانم وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. وكانت نهاية الفنان مأساوية للغاية، حيث أصيب بالعمى وتنكرت له زوجته وانفصلت عنه بعد أن جعلته يوقع على بيع كل ممتلكاته لها. كما قامت الحكومة بهدم البيت الذي كان يسكن فيه، فانتقل العيش بحجرة تحت بير السلم في أحد البيوت الفقيرة بالشرابية، وأصابه المرض والفقر حتى توفى في 8 مارس عام 1964 عن عمر ناهز 58 سنة. الفنانة تحية كاريوكا. الراقصة تحية كاريوكا من مواليد محافظة الإسماعيلية بتاريخ 22 فبراير عام 1919، وعرفت بأنها آخر النجمات في تاريخ الرقص الشرقي. شاركت في عدد من الأفلام الرائعة أبرزها لعبة الست وشباب امرأة وخلي بالك من زوزو. وفي نهاية حياتها عاشت كاريوكا حياة مأساوية بلا مال ولا سكن، حيث أقامت عند سيدة لا تعرفها في حي شبرا. وظل الفنان سمير صبري ينفق عليها لمدة 3 سنوات، كما أمنت لها الفنانة الراحلة فاتن حمامة شقة لها لتعيش بها. وتوفيت تحية في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر يناهز 80 عاما إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة. الفنان سعيد صالح. سلسلة من المعاناة عاشها سعيد صالح، الفنان الذي أضحكنا ومات باكيا. فقد كانت معاناته على كافة المستويات الشخصية والصحية والفنية والعائلية. تحمل صالح أوجاعا انتهت لرحيله إلى مثواه الأخير، وهو ما قد لا يتحمله الكثيرون، خصوصا أولئك الذين تذوقوا طعم النجومية والتفاف الناس حولهم. فهو كان في قمة نجوميته التي زبلت مع الزمن، وتحديدا في مارس عام 2014 تعرض منزله لحريق، وعبرت زوجته شيماء عن استيائها من تجاهل الفنانين له واكتفائهم بالسؤال هاتفيا، كما اتهمتهم بالجحود لعدم مساعدته. الفنانة فاطمة رشدي. من مواليد الإسكندرية، دخلت الفن في سن 10 وأصبحت واحدة من رائدات المسرح والسينما المصرية، واتجهت إلى التأليف والتمثيل والإخراج. ولكن عاشت الأيام الأخيرة من حياتها في فقر شديد رغم ثروتها الفنية التي تزيد عن 200 مسرحية و16 فيلما سينمائيا. وفي أواخر الستينات اعتزلت فاطمة رشدي الفن بسبب تقدمها في العمر،
وانحصار الأضواء عنها، وكانت تعيش حياة بائسة في حجرة بأحد الفنادق الشعبية بالقاهرة. كما تدخل الفنان فريد شوقي لعلاجها على نفقة الدولة وتوفير مسكن لها، لكنها توفيت بمجرد استلامها الشقة عام 1996 عن عمر ناهز 87 عاما. الفنان عبد السلام النابلسي. عانى الممثل الفلسطيني الأصل في آخر حياته من سلسلة متلاحقة من الأحداث الحزينة، فقد أصيب بمرض خطير زاد جرعة آلامه، وتضاربت الأقاويل حوله بين مشاكل في المعدة ومرض القلب. كما فقد كل ما يملك بعدما أفلس البنك الذي كان يدخر فيه أمواله، وبعد وفاته لم تجد زوجته مصاريف الجنازة، فتولى صديقه الفنان فريد الأطرش المصاريف، ذلك عن طريق شقيقه فؤاد. الفنانة صباح. بعدما كان يجلجل صوتها القوي في أرجاء أرقى وأفقر الأماكن في العالم العربي، حيث غنت نحو 100 أغنية حتى وفاتها في نوفمبر 2014، وعاشت أيامها الأخيرة في فندق بلبنان مجانا على نفقة صاحبه الذي كان يحب صوت الفنانة. الفنان إسماعيل ياسين. الفنان إسماعيل ياسين أو أبو ضحكة جنان كما كان يلقبه جمهوره، عانى في حياته ووفاته أيضا، فرغم أن والده كان صائغا ميسور الحال إلى أنه دخل السجن بعد تعرضه للإفلاس. وقد عمل إسماعيل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، ثم مناديا بموقف للسيارات، وانتقل إلى القاهرة بعدها وسكن في أحد الأحياء الشعبية، ثم التحق بأحد الفرق الموسيقية، ومن هنا دخل عالم السينما والشهرة. لكن في الستينات انحصرت الأضواء عن إسماعيل ياسين بسبب مرضه وابتعاده عن تقديم المونولوج، وفوجئ حينها بتراكم الضرائب عليه، وأصبح بين عشية وضحاها مطاردا بالديون، وبيعت العمارة التي بناها من كفاحه أمام عينيه لسداد ديونه، وتوفى فقيرا عام 1972 عن عمر ناهز 59 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية حادة. الفنانة زينات صدقي. الفنانة التي أضحكت الملايين لم تجد إلى جوارها من يحاول رسم البسمة على وجهها بعد أن تخلى عنها الأصدقاء وانحصرت عنها الأضواء، واضطرت لبيع أساس منزلها لتغطية نفقات الطعام والعلاج، ولم تطلب معونة أي شخص رغم فقرها. كما رفضت أيضا التقدم بطلب للرئيس أنور السادات للعلاج على نفقة الدولة، وماتت في 2 مارس عام 1978 عن عمر ناهز 64 عاما. الفنان عماد حمدي. عماد حمدي حامل لقب فتى الشاشة الأول، ولد عام 1909 بمحافظة سوهاج، وكان يعيش حياة ميسورة. شارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها صرصرة فوق النيل والسوق السوداء. وأصيب الفنان حمدي في سنواته الأخيرة بالعمى، فانفصلت عنه زوجته الفنانة نادية الجندي، وأصيب بالاكتئاب بعد وفاة أخيه التوأم، ودخل في معاناة طويلة مع المرض، واضطر لبيع أساس منزله لشراء الدواء. توفى بتاريخ 28 من يناير عام 1984، وكان رصيده في البنك 20 جنيها فقط. انتهى الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.